هذه المرة الموضوع مختلف شوية عن المعتاد، ولكن في هذه الوضعية اللي كنعيشوها حاليا ضروري نوضحوا بعض الأمور باش الإخوان والأخوات يستافدوا. واش عمرك تساءلت علاش في إيران كاين المرشد الأعلى والرئيس؟ وشكون كيقرر في القرارات الكبرى؟ وشكون كيطبقها في الواقع اليومي؟ إيران عندها نظام خاص ماشي بحال أي دولة. كاين المرشد الأعلى والرئيس. المرشد الأعلى هو أقوى سلطة في البلاد، كيحدد السياسة الخارجية، الجيش، القضاء، الإعلام، المخابرات والدين. أي قرار كبير أو صغير خاصو يكون موافق مع أوامر المرشد. الرئيس هو رئيس الحكومة الذي ينتخبه الشعب، هو اللي مسؤول على الحياة اليومية ديال المواطنين، الاقتصاد، التعليم، الصحة، بعض السياسات الداخلية. يقدر يدير مشاريع اقتصادية أو إصلاحات، ولكن ما يقدرش يغير السياسة الخارجية إلا بموافقة المرشد الأعلى. علاش كاين هذا التقسيم؟ باش يكون توازن بين الدين والسياسة. المرشد كيعطي الرؤية الكبرى والاستراتيجية، والرئيس ينفذها على الأرض ويدير الحياة اليومية للناس. باختصار، المرشد الأعلى هو السلطة العليا والقرارات الاستراتيجية، والرئيس هو المدير التنفيذي للبلاد. شكرا كل واحد كيتابع وكيبحث على الوعي الحقيقي. نتمنى لكم راحة البال والنجاح في حياتكم، والسلام عليكم.